السلام عليكم اخواتي الكريمات، صباح بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في احوال طيبه ان شاء الله وبحول الله. يوم جديد ووصفه جديده بقناه باب الجنه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شكل لاطاخت او طورطه ديال سميتها زبريت شولاطه. هنا كيديروها في بلد ايطاليا، معروفين بها، حلوه رائعه زوينه بالكريم باتيسيير اللي كنت شاركت معكم نهار قبل، وكنت وعدتكم انني غادي نقدم لكم وصفتين مختلفتين. نقول لكم المقادير على بركه الله. عندنا 400 غرام ديال الطحين، جوج بيضات، كريم باتيسيير، فاني، نص خماره ديال 8 غرام، و125 غرام ديال الزبده. اما السنيده 150 غرام. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نغربلوا معنا الطحين، خاصو ضروري يكون 400 غرام. هنا كاينه 200، من بعد غنزيد 200. كنضيفوا الطحين هو الاول. اخواتي الكريمات، هاد لاطورطه هادي او لاطاخت كتجي رائعه، كنتمنى منكم انكم تجربوها، وانا متاكده مليون في المية انها غادي تعجبكم. نزيد واحد 200 غرام، نشوف واش 200 غرام، حيت هنا عندنا العبار. هذه هي 200 غرام، اذا 400 غرام في المجموع. نحاول نضرب معكم اخواتي. من بعد ما غربلنا الطحين غنحاولوا نديروا حتى الخميره حتى هي نغربلوها بالفاني. نحاول نزرب معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. والفاني كنديروا النواشف هي الاولى، قبصه ملح، ونحاولوا نبسبسوا هاد الطحين هذا ب 125 غرام الزبده. مع الصهد اخواتي الزبده دغيا كتطلق معنا. وباليد ديالنا اخواتي غنحاولوا اننا نبسبسوا الطحين مع الزبده بهذا الشكل هذا، فقط بالاصابع. ما نحاولوش اننا ندلكو، فقط نبسبسوها بالاصابع بهذا الشكل هذا. تيتلبس لينا الطحين بالزبده. اخواتي هذه الحلوه هذه رائعه جدا، سميتها زبريت شولاطه، يعني بحال نقولوا مفرته، يعني حيت كتكون العجين ديالها كلها مفرته. ضروري اخواتي ننصحكم انكم تجربوها وتخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم، هكا باش تشجعوني انني ندير لكم وصفات جديده اخرى وتكون في المتناول، اقتصاديه وفي نفس الوقت رائعه ولذيذه في المذاق. بحال اخواتي كتكسكسوا الكسكس بحال هذا الشكل هذا. من بعد اخواتي غادي نزيد واحد 150 غرام ديال السنيده، هذا في القياس 70 غرام. كما كتعرفوني انايا دائما كنحاول نقص من الحلاوه، غندير جوج منهم، اذا 70 140، بحال نقص 20 غرام، لان كريم باتيسيير فيه السكر. من الاحسن اننا نحاولوا ما امكن نقصوا من السكريات، كتعرفوا انها مضره للصحه. نحاولوا اننا نردوا البال لصحتنا، لانها الا مشات مشى كلشي. الله يخلي لنا صحتنا اجمعين ان شاء الله. اخواتي ملي بسبسنا الطحين بالزبده ودخلنا معاها 150 غرام ديال السنيده، كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد اخواتي غادي نضيفوا جوج بيضات. نحاولوا نحلوهم غير شويه بحال هكا،
ممكن انكم ديروهم صحاح، ولكن نصيحه انكم تحلوا البيض مع الاصفر، الابيض مع الاصفر عفوا، ونضيفوهم بهذا الشكل هذا. ونحاولوا دائما بالاصابع اخواتي نبسبسوا هذا الخليط هذا، ونحاولوا ندخلوا معاه دوك جوج بيضات اللي حلينا. اخواتي حاولوا انكم تتبعوا المراحل كما هي، وغادي تجيكم النتيجه ممتازه ومضمونه. حيت خاصو يجي بهذا الشكل هذا اخواتي، بحال كتكسكس الكسكس، خاصو يجي بهذا الشكل. الا ما جاش بهذا الشكل هذا راه ما غاديش تنجح معكم اخواتي. كنحاول انني نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هذه هي الوصفه الاولى اللي وعدتكم بها بلا كريم فريش اللي قدمت معكم في الفيديو الفارط وقسمته على جوج. اليوم غادي ندير معكم هذه، وغدا ان شاء الله بحول الله غادي ندير معكم الوصفه الاخرى، وكنظن حتى هي غادي تعجبكم. كنتمنى. شفتوا اخواتي كي كتجي، خاصها تجي بهذا الشكل هذا الا بغيتوها تنجح معكم. نحاولوا اننا ندخلوا داك البيض كامل. كنتمنى يكون كل شيء واضح وباين. بهذا الشكل. هذه هي الطريقه الناجحه، خاصها تجي بهذه الطريقه هذه اخواتي. راه الا ما جاتكمش بحال هكا وتعجنات لكم راه ما غاديش تنجح معاكم. بحال هكا خاصها تجي. اخواتي غاد خاصها تجي بحال هكا، شتيها كلها ملبسه بالزبده وبسنيده وبالبيض. من بعد اخواتي غنشدوا الطاوه اللي فرشنا ليها الكاغيط بهذه الطريقه هذه. فرشنا ليها الكاغيط من التحت. غنحاولوا اننا نضيفوا نصف الكميه بهذا الشكل هذا اخواتي. حلوه ساهله ماهله، ما كاين لا قرص لا حتى حاجه. بهذا الشكل هذا نحاولوا نغطيو القعر ديال الطاوه، عفوا القعر ديال الطاوه بهذا الخليط هذا حتى ما يبقاش يبان لينا القعر بهذا الشكل. ونحتفظوا بالنصف الاخر. غنشدوا كريم باتيسير، نحاولوا اننا نضيفوه في الوسط. خليكم معايا. نحركوا الكريم باتيسير باش يرطب معنا بهذا الشكل هذا، ونضيفوه في الوسط بهذا الشكل هذا. اخواتي صدقوني هذه الوصفه هذه كتجي هائله، كتجي رائعه. حاولوا انكم تجربوها. ومن فضلكم اخواتي اللي جربات شي وصفه من وصفاتي تخلي لي تعليق فقط غير باش نشوف ونعرف بان وصفاتي عاجبينكم، وباش تشجعوني انني نحط لكم وصفات اخرى. ونحاولوا نسرحوها بهذا الشكل هذا. نحاولوا نغطيو داك النصف ديال الخليط اللي ضفنا، نحاولوا نغطيوه بالكريم باتيسير بهذا الشكل هذا اخواتي. غير بشويه حتى نحاولوا اننا نغطيو بالكامل. بهذا الشكل اخواتي. كنتمنى الامور تكون واضحه وتكونوا فهمتوا الطريقه وجاتكم سهله مهله. وخاصكم تعرفوا اخواتي بان النتيجه والمذاق يا سلام كيجي رائع. نصيحه اخواتي، هذه الحلوه هذه ممكن انكم ديروها بكريم باتيسير، ممكن ديروها بلا نوتيلا، ممكن ديروها بالجبن،
وممكن ديروها بالكونفيتير، يعني كلا الاذواق كتجي رائعه. اخواتي ملي لبسنا الخليط الاول بهذا الشكل هذا بالكريم باتيسير، غنحاولوا نغطيوها بالخليط المتبقي بهذا الشكل هذا اللي غنوريكم دابا. نحاولوا اننا نغطيو كريم باتيسير ما نخليوهش يبان بهذا الشكل، نغطيوه كامل اخواتي. هذه على سميتها زبريت شولاطه، لان هادو بحال لي بريت ولا بحال التفرتيت، يعني زبريت شولاطه يعني مفرته، كلشي فيها مفرتت، ولكن اخواتي النتيجه كتجي روعه روعه روعه. ها هي ملي غادي توجد معنا غادي نوريها لكم وغتشوفوا الشكل النهائي ديالها، اكيد غادي تعجبكم. من بعد اخواتي ملي غطينا الكريم باتيسير بالخليط، نحاولوا اننا ندخلوها الفران 180 درجه مده 25 دقيقه. وهذه هي لا زبريت شولاطه ديالنا اخواتي. دابا غادي ندخلها الفرن كما قلت لكم 180 درجه مده 25 دقيقه، ومني توجد انا معكم. اخواتي الكريمات، ومن بعد ما وجدت معنا لا زبريت شولاطه جات على هذا الشكل هذا، خاصها تجي مذهبه، ما تحمروهاش بزاف باش ما تقصحش معكم. نشوفوها جميع كيفاش جات بهذه الطريقه. دابا غادي نحاولوا نزوقوها، نحيدوها من الطبق ديال اولا نخليوها نيت في الطبق هذا خفيف بهذه الطريقه هذه، ونحاولوا اخواتي نديروا واحد اللمسه ديال الديكور ديال الطبق باش يجي راقي بهذا الشكل هذا. ونحاولوا نضيفوا ليها سكر كلاصي من الفوق بهذا الشكل. بسم الله. وهذا هو الطبق ديالنا اخواتي. كنتمنى لا طورطه ديال هذا النهار تعجبكم. نحاولوا نديروا هذا الديكور هذا باش يجي بحال لانيفي الثلج، كيجي منظر رائع. كنتمنى اخواتي هذه الوصفه تعجبكم، وكنتمنىكم انكم تجربوها. اخواتي، وهذا هو الطبق النهائي. كنتمنى انه يعجبكم ويروقكم. اكيد انكم تجربوها اخواتي، لانها كتجي روعه في المذاق وحتى في الشكل. تقدموها لضيافكم، تحمروا بها وجهكم وتفرحوا بها اللي عزيز عليكم. اخواتي كنتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله، وكنتمنى نتلاقاو عما قريب في فيديو جديد في قناه باب الجنه. والى اللقاء، احبكم في الله، مع السلامه.